فيلمنا بيبدأ مع دكتور جامعي وهو في حفلة، وبتبقى المساعدة بتاعته بتشكره على المجهود الكبير اللي عمله وبتقدمه عشان يقوم يلقي خطابه قدام كل الموجودين. وبيبقى الدكتور متوتر جدا وخايف من حاجة لحد ما بيقول كلام ما ينفعش وبيغلط في كل الموجودين، والكل بيستغرب ازاي دكتور جامعي مرموق ازاي يقول الكلام ده. وما بتحاول المساعدة انها تقعده في مكانه بيمسكها بالعافية وبيحط ايدها قدامه وبيقطع صباعها بالسكينة بتاعته، وبيخاف كل الحضور من اللي بيحصل وبيهربوا بره المكان. وبيحط الدكتور صباع مساعدته في منديل، وقبل ما يخرج من المكان بيحاول الامن انه يوقفه مكانه عشان يقبض عليه. فبيطلع الدكتور موبايل من جيبه، وساعتها بيفتكر الامن ان الدكتور بيطلع سلاح وبيضربه بالنار، وبيموت الدكتور بدون ما حد يعرف هو ليه اتصرف بالشكل ده. وبيبقى في كاميرا بتصور اللي بيحصل. وبنروح لإليوت مندوب مبيعات في شركه كبيره، وبيبقى المدير بتاعه طالبه في اجتماع خاص، وبتقول له شيلبي حبيبته انه اكيد هيترقى ويبقى مدير مبيعات ولازم يتفائل ويتحمس للي هيحصل له. وبيروح على شركته وبيلاقي ان مديره بيرفضه من شغله لانه شخص شريف، وان شغلانته لازم يتعلم فيها ازاي يستغل الناس ويخليهم يشتروا اي حاجه مش ينصحهم بالمناسب ليهم بس. بيحاول إليوت يستعطفه وبيقول انه متجوز ومراته حامل، ده غير انه مهتم باخوه اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه ووالده عجوز وهو اللي بيصرف عليه. فبيقول له مديره انه بالشكل ده مش هيبقى مندوب فاشل بس، انما هيبقى اخ واب وزوج فاشل، وبيطرده بره مكتبه. وبيروح إليوت على بيت بيل والده وبيلاقي عنده انذار بالطرد بسبب تراكم الفواتير عليه لانه مش قادر يدفعها. ولان إليوت مش معاه فلوس يدخل والده دار مسنين او يأجر له شقه، بيعرف انه مجبر يخلي والده يعيش معاه في شقته، بالرغم من ان والده بيل بيكره شيلبي ومش بيحب ابنه مايكل اصلا. وبيعرف إليوت ان حياته بدأت تنهار ومفيش اي حاجه في ايده يعملها لانه خسر وظيفته خلاص. وبيفضل قاعد في عربيته وبيفكر هيعمل ايه، وبيبقى في دبانه بتطير حواليه وبتضايقه، وفجاه بيلاقي في موبايل موجود على الكرسي اللي جنبه بيرن، وبيستغرب ازاي الموبايل ده جه في عربيته. واما بيرد على المكالمه بيلاقي واحد بيرد عليه وبيبارك له انه جاله اشتراك في عرض العاب وعنده فرصه انه يفوز بمبلغ كبير لو قبل يشترك معاهم. فبيقول له إليوت ان اكيد اتصل برقم غلط، فبيأكد ان المتصل ان اسمه إليوت بيل 32 سنه، والدته ماتت في حادثه عربيه ووالده اللي كان سايقها وهو عنده 9 سنين، ومن ساعتها هو اللي مسؤول عن اخوه اللي بيحتاج رعايه يوميه وبيصرف عليه 1200 دولار شهريا، وعليه 90,000 دولار قروض وديون، وانه بقى في مشاكل كتير لدرجه ان الدبانه ممكن تهزمه. واول تحدي هو انه يقتل الدبانه اللي جنبه، وهيكسب 1000 دولار هيتحولوا له على الحساب البنكي بتاعه. واول ما بيقتلها إليوت بيلاقي رساله جات له على موبايله انه تم تحويل المبلغ على حسابه، فبيستغرب انه فعلا اتحول له فلوس. وبيكمل المتصل كلام معاه وبيقول له ان تاني تحدي هو ان ياكل الدبانه اللي قتلها دي مقابل تحويل 3622 دولار لحسابه، والمبلغ ده هو ديون شيلبي بالظبط اللي عليها. وبيفضل إليوت يفكر في كلام المتصل لحد ما بيوصل بيته وبيتاكد ان في 1000 دولار فعلا اتحولوا لحسابه، فبيطلع الدبانه من جيبه وبياكلها. وساعتها بيجي له رساله بايداع المبلغ في حسابه، وبيتصل بيه نفس الشخص تاني وبيقول له انه عنده فرصه ذهبيه يبقى غني جدا مقابل انه يكمل 13 تحدي خلال 63 ساعه، وانه خلص 2 خلاص وفاضله 11 تحدي، واخر لاعب كان معاهم كسب 6 مليون دولار. وبيفهمه انه لو فشل في اي تحدي هيخسر كل الفلوس اللي كسبها قبل كده، ولو بلغ اي حد بخصوص اللعبه او حاول التواصل مع حد بخصوصها هيخسر. وبيوافق إليوت طبعا على الاشتراك في اللعبه. وبيجي تاني يوم وبيكون مستني اي تليفون من اللعبه، وبيتبلغ إليوت ان التحدي الثالث هو ان يخلي اي طفل حواليه يعيط مقابل 5000 دولار. وساعتها بيروح لاي طفل حواليه وبيقول لها ان اهلها مش بيحبوها وناويين يتخلصوا منها، فبتعيط البنت وبتجري على اهلها، وبيرجع هو لشيلبي عشان يمشوا من الجنينه. وساعتها ام البنت بتحاول توقفه قبل ما يمشي بعربيته عشان تتخانق معاه، لكنه بيهرب منها وبتبقى شيلبي مش فاهمه اللي بيحصل. وبيروحوا على الكنيسه اللي فيها ابو إليوت، وبيجي لإليوت التحدي الرابع انه ياخد التذكار اللي قدامه المعمول بايد مركز المكفوفين وجاي اهداء للكنيسه ويولع فيه في اي مكان. فبيشيله إليوت وبيخرج بيه في الساحه، واول ما بيولع فيه بيكمل التحدي وبيتحول 10000 دولار لحسابه، لكن النار بتزيد وبتمسك في اوضه في الكنيسه وبتولع فيها. فبيهرب إليوت بسرعه وبيشغل جهاز انذار الحريق، وبياخد ابوه ومراته وبيخرجوا قبل ما حد يمسكه. وبيجي له تليفون بيبلغه بالتحدي الخامس، وبيبقى لازم يمشي ورا راجل متشرد وياخد هدومه. وبتحاول شيلبي تفهم سبب تصرفات إليوت، فبيقول لها انه هيبقى يفهمها كل حاجه بعدين، وبيخليها تاخد والده وتروح على بيتهم لحد ما يخلص اللي وراه. وبيروح هو ناحيه المتشرد عشان يكمل التحدي بتاعه، وبتبقى والده الطفله اللي كانت في الجنينه راحت مركز الشرطه عشان تبلغ عن إليوت انه شخص مجنون. وبيجي الراجل المتشرد كمان عشان يبلغ برضه عنه لانه خد هدومه ولبسه مقابل انه يديله نعامه. فبيستغرب المحقق ان ليه متشرد بدل هدومه بنعامه اصلا. وبيوصل للمركز ملامح الشخص اللي حرق الكنيسه، وبيبقى إليوت برضه، وبيتاكد ساعتها المحقق ان في سر ورا الشخص ده. وبيبقى إليوت جاله تليفون بالتحدي السادس مقابل 50,000 دولار، والمطلوب انه يروح لشقه معينه وياخد واحد عشان يشرب معاه قهوه في المطعم القريب منه قبل الساعه 4. فبيفتكر إليوت ان التحدي سهل لحد ما بيطلع الشقه بتاعت الراجل وبيلاقيه ميت قدامه، وما بيعرفش يتصرف ازاي، وما بيكونش قدامه الا انه يكمل التحدي او يستسلم ويخسر كل الفلوس. فبيقرر انه ياخد الميت ويحطه على عربيه متحركه وبيروح بيه على المطعم وبيطلب له قهوه،
وبيفضل الوقت يعدي لحد ما بيدخل 3 ضباط عشان يشربوا هم كمان القهوه، وبيتحط لهم قهوه قبله، وبيبقى الوقت قرب يجي الساعه 4، فبيضطر انه ياخد قهوه من قدام الضابط نفسه عشان يكسب التحدي قبل الساعه 4. وساعتها بيحاول الضابط انه يقبض عليه، لكن اليوت بياخد باله ان الضابط بيسكر في وقت دوام العمل بتاعه، وبيقول له ان المفروض ده ممنوع وممكن يعملوا مشاكل لو ما سابهوش، وبيفلت منه اليوت بنجاح وبيسيب الجثه وراه عشان يهرب من المكان. وما بيخرج بيجيله اتصال من اللعبه بيبلغه انه كمل التحدي السادس، وبسبب نجاحه في التصرف وهروبه من الشرطه هيعتبروه انه نجح في التحدي السابع كمان. وبيكمل اليوت طريقه، فبيلاقي اتوبيس واقف قدامه وبيتفتح له بابه عشان يركب فيه، وبتبقى الشرطه وصلت المطعم واكتشفت الجثه، وبيشوف المحقق بطاقه مكتبه بتاعت اليوت واقعه في الارض، وبيروح على الجرسونه عشان يحقق معاها، فبيلاقيها واقفه مع واحد، واول ما المحقق ده بيقرب منها بيسيبها الشخص ده وبيمشي، وبتقول للجرسونه ان اللي كانت بتكلمه ده صحفي، واداها رقمه عشان لو في اي جديد في القضيه تكلمه، فبياخد رقمه منها. وبيبقى المحقق عارف منه اسم اليوت بسبب البطاقه اللي وقعت منه، وبيكون اليوت راكب الاتوبيس لسه وبيجيله تليفون من اللعبه وبيقول ان الشرطه عرفت هويته خلاص وبقى مطلوب للعداله، لكن لو كمل ال 13 تحدي هيقدروا انهم يسقطوا كل التهم اللي ضده وما يتسجنش. وبيكون المحقق قدر يعرف مكان الصحفي، وبيروح يقابله وبيقول له الصحفي انه لازم يخلي باله، ولو واجه الشخص اللي عمل كل الجرائم دي لازم يقتله فورا والا مش هيسكت، وبيهرب من قدامه. وبيبقى اليوت وصل لفندق معين حسب اوامر اللعبه، وبيروح للاوضه الوحيده المنوره قدامه، واول ما بيدخل بيلاقي واحد اسمه جون قاعد قدامه مستني، وبيجي تليفون لاليوت بيبلغه ان اللي قدامه ده جون اللي كان معاه في المدرسه زمان، وكان ليه اخ اسمه توم، وهما الاثنين كانوا بيضربوه يوميا وبيعذبوه وجه وقت الانتقام. والتحدي الثامن هيبقى قطع ايد جون بالمنشار مقابل $100,000، وبيبقى جون هو كمان موافق لانه محتاج فلوس، وبيبقى في ممرضه بتجهز جون للبتر وبيقطع دراعه فعلا، وبعدها بياخده بسرعه للمستشفى عشان يلحقوه ويوقفوا النزيف اللي عنده، وبمجرد ما بيسلموا بيهرب من المستشفى قبل ما يحققوا معاه. وبيقابل في طريقه توم اخو جون اللي كان بيضربه وهو صغير، فبيمسك الكرسي اللي جنبه وبيضربه بيه عشان ينتقم من كل العذاب اللي عمله فيه وهو صغير. فبيلاقي موبايله رن ان تحوله $250,000 بسبب اكتمال التحدي التاسع، وبيكتشف ان التحدي التاسع كان انه يضرب توم اصلا. وبعدها بيروح على الحفله اللي كان عاملها لمراته، ولان بقى معاه فلوس بيقدر انه يحجز قاعه كبيره يبهر بيها مراته، وبيقضي وقته في الحفله لحد ما بيجيله تليفون من اللعبه، وبيعرف ان التحدي العاشر هو انه يدمر قاعه الاحتفال وهو بيغني بصوت عالي. وبيفضل اليوت بيفكر في التحدي ازاي هينفذه لحد ما بيلاقي رجال شرطه جايين عشان ياخدوا مايكل لانه ضايق طفله صغيره في الجنينه القريبه، فبيقوم اليوت وبيخلي كل الحضور اللي في القاعه يكملوا سهرتهم في الجنينه، وبيروح لاخوه بيقول له يهرب خلال ما هو يلفت انتباه الشرطه، وبيبدا انه يغني وهو بيكسر في القاعه زي ما التحدي العاشر بيقول، وبعدها بيهرب من الشرطه بسرعه. وبيجي له اتصال من اللعبه وبيبلغه ان التحدي ال11 هو انه يسلم نفسه للشرطه، وبيسلم نفسه فعلا، وبيتم التحقيق معاه، وبيحاول الشرطي انه يفهم منه ليه بيعمل كل التصرفات الغريبه دي، وهل هو مجنون لدرجه انه بيسمع صوت في عقله بيجبره انه يتصرف بالشكل ده. وبيعرض قدامه مشاكل كتير حصلت في المدينه، ومنها انه رمى واحده ست من على السلالم، فبينكر اليوت انه عمل كده، وبيفهم ان في شخص تاني غيره في اللعبه ليه تحديات مختلفه عنه، وبيطلب محامي فورا قبل ما يتكلم عن اي حاجه. وبيعرف انه لازم يخرج فورا من المركز والا هيتسجن فعلا، فبيقدر انه يخلع حديده من الكرسي وبيهدد بيها الشرطي عشان يخرج من المكان، وبيطلب منه انه يرجع له موبايله فورا والا هيقتله. وبيدخل بيه في اوضه وبيقفل على نفسه عشان يستنى مكالمه من اللعبه، بيرد على تليفونه اول ما بيرن وبيقول له مسؤول اللعبه ان في واحد معاه في التحديات لو خلص قبله ساعتها هو اللي هياخد كل الفلوس واليوت هيخسر كل فلوسه، وهما الاثنين في التحدي ال11. وبيعرف انه لازم يهرب من المكان بسرعه، فبينط من الشباك اللي قدامه على سله الزباله اللي تحته، لكن موبايله بيقع منه وبيهرب وبيسيبه وراه، وما بيكونش عارف طريقه يتواصل بيها مع اللعبه لحد ما بيلاقي واحد واقف قدامه بيتكلم في التليفون، فبيسرق موبايله منه وبيكلم نفسه انه بقى معاه موبايل وعايز يعرف التحدي ال12 ايه. وبيلاقي ست عجوزه ماشيه قدامه، فبيروح لها وبيقول لها انها اكيد ضمن اللعبه وتعرف التحدي ال12 ايه، وبيروح معاها بيتها بالعافيه وبيفضل مستنيها تنطق مع ان شكلها ملاش اي علاقه باللعبه، لحد ما بيقتنع ان ملهاش اي دور في اللعبه وبيسيبها وبيمشي، لكن بتطلب منه خدمه قبل ما يمشي، وهي انه يربط السلك النحاس بتاعها عشان تعرف تنشر الهدوم. واول ما بيربطه جامد بيجيله على تليفونه انه كمل التحدي ال12 وتم تحويل $1,000,000 لحسابه، فبيسال الست عن هل هو ده بس التحدي، فبتقوله لا وبتسيبه وبتمشي. وبيسمع وراه صوت ناس كتير راكبه موتوسيكلات وماشيين بسرعه، وما بيقرب اليوت من الطريق بيلاقي سلك النحاس ده ممتد على طول الطريق بالعرض، ولو الناس عدت كلهم هيموتوا بسبب السلك، فبيحاول اليوت انه ينقذهم وبيقدر على اخر لحظه يخلع السلك. وبيبقى السواقين هم كمان جالهم تليفون انهم لو عايزين يكسبوا فلوس يمشوا بسرعه على الطريق ده بالذات رايح جاي، واما كلهم بيستعدوا عشان يرجعوا على نفس الطريق بيكون في واحد ظهر بعيد عن اليوت وبيشد سلك جديد قدامه وبيعدي عليه كل السواقين، وبيموتوا كلهم قبل ما اليوت يقدر ينقذهم او يحذرهم. وفي وسط كل الميتين اللي قدامه بيسمع موبايل بيرن، وما بيرد بيلاقي مسؤول اللعبه بيبارك له انه بقى مليونير، فبينهار اليوت وبيرمي الموبايل بعيد وبيقرر ينسحب، وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لمجموعه ناس واقفين، وبيسمع صوت رنه
الموبايل تاني، وبيفهم ان في حد حواليه مشترك في اللعبه، بيدور عليه لحد ما بيلاقي واحد بيهرب منه وبيجري على مخزن قريب منه وبياخد عربيه نقل عشان يهرب بيها. فبياخد اليوت هو كمان عربيه من جنبه يلاقي مفتاحها فيها، وبيفضل يطارده لحد ما بيلاقي العربيه مركونه قدام بيت بيل ابو اليوت، وبيفهم ان الشخص اللي بيطارده دخل البيت. وهما بيدخل المبنى بيلاقي بيل ومايكل جوه سوا، وبيفهم اليوت ان اخوه مايكل موجود معاه في نفس اللعبه، وبيساله عن التحدي ال 13 ايه. فبيقول له مايكل ان التحدي عباره عن قتل فرد من العيله، وهو قرر يقتل ابوه لان عمره ما كان حنين عليه ولا بيعامله معامله كويسه. فبيحاول اليوت انه يفكر مايكل باي ذكريات حلوه خاصه بوالده عشان يتراجع عن اللي عايز يعمله. وبيكون والدهم قاعد وعامل نفسه لابس سماعات، لكن بيكون سامع كل حاجه بيقولوها، وبيقول لهم انه مبسوط بيهم وهو شايفهم كده قدامه، وان اللعبه اختلفت تماما عن زمان، وانه لعب اللعبه وكسب ال 13 تحدي، واخر تحدي كان اقصى تحدي عليه لانه كان لازم يقتل حد من العيله برضه، وكان دايما عارف ان مراته مش بتلبس حزام وهي راكبه العربيه جنبه. وبيفهم اليوت ان ابوه قتل امه عشان يكسب التحدي ال 13 وانه يستحق يموت فعلا. وبيأمر مايكل انه يدخل الاوضه ويقفل على نفسه فورا، وبيكون والده عارف ان اليوت ناوي يقتله، فبيقول له انه مش هيسمح للعبه تبوظه زي ما بوظته هو، وبينتحر قدامه عشان ما يدلوش الفرصه انه يخلص عليه ويكسب اللعبه. واما مايكل بيشوف اللي حصل بيسال اليوت هل هو ناوي يقتله عشان يكسب، ان هو ما بقاش عايز يلعب بعد كده. فبيقول له اليوت انه بيحبه واكيد مش عايز يقتله وناوي ما يكملش اللعبه. وبيروح مايكل ناحيه الشنطه بتاعته عشان ياخدها، وبيفضل اليوت يساله هو بيعمل ايه في الشنطه وبيجيب ايه منها. فبيفهم انه ناوي يجيب سلاح عشان يقتله بيه، وبيضرب اخوه بالرصاص وبيوقعه على الارض، وبيحاول انه ينقذه بعدها وهو بيتاسف له على اللي عمله. فبيفهمه مايكل انه كان ناوي يقتله عشان ياخد الفلوس ويقدر يجيب له هديه كويسه في فرحه، وبيطعنه في بطنه بالسكينه اللي معاه لحد ما مايكل بيموت بسبب الرصاصه والنزيف. وبيكسب اليوت 5 مليون و700 الف دولار. وبعد ما بيخرج من البيت بيدخل وراه محقق الشرطه اللي مسؤول عن القضيه، وبيبان انه تابع اللعبه اصلا وهو المسؤول عن اخفاء اي حاجه خاصه باللعبه. وبيكون الصحفي مقتول في عربيته، وبيبقى اليوت مستنيه عشان يقتله ويخلص عليه. فبيفهمه المحقق ان كل الجرائم اللي عليه سقطت خلاص وقدر انه يخفيها، ده غير انه لو حاول يقتله هيخسر اللعبه لانه بكده هيبقى اتدخل في مسارها ومالوش انه يتدخل فيها. فما بيهتمش اليوت بكلامه وبيقتله وبيخسر كل الفلوس. وبعدها بيروح يكلم مراته عشان يقول لها انه راجع لها من تاني، فبتقول له ان جالها تليفون غريب من واحد طلب منها تاكل دبانه ميته مقابل 6000 دولار، لكنها رفضت وقفلت السكه لان دي حاجه مقرفه. فبيطمن اليوت ان شيلبي ما دخلتش اللعبه وبقى هو وهي في امان.